صباح الخير، شلونكم حبايب؟ صار من زمان ما مسجلت لكم فيديو بصوتي. اليوم حبيت اخذكم وياي المكان كلش حلو، وراح اسولف لكم عن رياضة التسلق وشنو فائدتها وخصوصا للاطفال. طبعا قبل لا اسولف لكم عن رياضة التسلق احب اشكركم على كل كلامكم وتعليقاتكم الاكثر من رائعة، واحب ارحب بالمشتركين الجدد. طبعا ما أنسى اللي كانوا أول متابعيني اللي كانوا وياي من أول ما فتحت القناة. كل الشكر والتقدير لحضراتكم. نجي نسولف عن رياضة الأطفال. الطبيعة خير معلم للطفل، واللعب فيها ينمي مهاراته ويعزز من قدراته. ثبتت الدراسة أن تسلق الأشجار لوقت بسيط ينشط مناطق مهمة في الدماغ، ويرفع نشاط بعض مناطق الدماغ المتعلقة بالذاكرة والإدراك نسبة 50%، مقارنة بممارسة الرياضات الأخرى مثل الجري واللعب بالحبل. رياضة تسلق الأشجار تحسن الذاكرة. يوضح الباحثون أن عملية تسلق الأشجار المحبوبة لدى الملايين الأطفال لقضاء الوقت وتحسين الذاكرة. طبعا أهمية الرياضة للطفل. أصبح الاهتمام بالرياضة الآن أمر واجب على كل أم وأب، خاصة لأن الألعاب الإلكترونية أصبحت المسيطر على عقل الأطفال وسلوكهم، فوجب تنمية مهارة الطفل وشخصية الطفل وشغل وقته واستغلال الإجازة الصيفية بشيء آخر أكثر متعة وفائدة، وهو ممارسة الرياضة. هل تعلمين عزيزتي أن ممارسة طفلك للرياضة تساعده على البقاء في صحة جيدة عبر مراحل عمره المختلفة؟ هل تعلمين عزيزتي أن الطفل الذي يمارس الرياضة سيزداد إدراكا بأنواع الأطعمة الصحية التي يجب عليه تناولها؟ راح يصبح أكثر إدراكا للأطعمة والمأكولات الجاهزة. بنات، راح أترككم تشاهدون رياضة التسلق. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسون من الاشتراك واللايك. كتبولي بنات، هل أنتم من محبين الرياضة؟ طبعا أول ما شفت هذا المنظر وهذا الرياضة حبيت أصورها وأوثقها، وخليت ابن أخوي يشارك وياهم، وحب هذا الشيء وحب هذا المكان. طبعا هذا المكان مو بالعراق، بقم، يسمى بستان علوي. مكان كلش حلو وهادئ.